بكرة أول امتحان رسمي لثانوية عامة. الامتحان بتاع بكرة مختلف تماما عن كل الامتحانات اللي فاتت. ممكن تلاقي اللجنة ماسكة شويتين شديدة، التفتيش صعب شوية أو بيكتروا فيه شوية، ولكن دي كلها حاجة في مصلحتك أنت، فما تقلقش، دي حاجة كويسة. الامتحان بتاع بكرة كل سؤال فيه يا إما إن شاء الله بإذن الله يقربك لحلمك ولكليتك وللمجموع اللي أنت بتحلم بيه، أو للأسف هيبعدك عنه. فلازم تركز قوي عشان تجاوب كل سؤال صح باذن الله، وتعصر دماغك فيه وتركز فيه كويس قوي، وان شاء الله تجيبه صح باذن الله. والناس اللي شافت الفيديو اللي فات بتاع العربي اللي قلت فيه ان الامتحان العربي بيبقى صعب وان هو معقد وان هو اصعب امتحان في ثانويه عامه، انا كنت بتكلم بالنسبه لي، لان انا كنت بكره العربي، والدرجه اللي انا جبتها في العربي في اخر السنه مختلفه تماما عن اللي انا توقعتها لما رجعت الامتحان. فامتحان العربي ان شاء الله يكون بسيط على حسب انت بتحبه او بتكرهه او شاطر او مش شاطر، فدي حاجه ترجع لك انت. لكن انا اتكلمت عن نفسي ان انا ما كنتش بحبه، فكان صعب، كان صعب بجد بالنسبه لي. لكن ان شاء الله يكون بسيط وكويس باذن الله ليك. ركز بس في النحو، سنه مضمونه، وركز في نصوص القراءه ان شاء الله هتجيبها كويس، بس ايه، حاول تقرا القطع اكتر من مره والنص اكتر من مره برضه. ولكن النهارده ليله الامتحان، ففي حاجه مهمه جدا 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 لازم تعملها عشان ما تقعش في غلطات كتير جدا ناس قبلك وقعوا فيها. وايه هي؟ طبعا انت طول ليالي الامتحان بتراجع العربي وبتراجع الاجزاء اللي انت ناسيها واللي انت بتغلط فيها، وبتغلط اسئله كتير وبتحل كتير وبتغلط وهكذا. فطبعا بتغلط كتير. الاسئله اللي انت بتغلط فيها دي للاسف لما رجعتش عليها كويس، والاجزاء اللي انت بتنساها ما رجعتهاش كويس وحفظتها كويس، هتروح الامتحان وبرضه هتغلط فيها. فهنا يجي دور الورقه دي. لازم تجيب ورقه زي دي وتجمع فيها كل الحاجات اللي انت بتغلط فيها، الحاجات اللي انت بتنساها بسرعه، الحاجات اللي انت صعبه بالنسبه لك ومش عارف تفهمها او مش عارف تحفظها. لازم تكتبها في الورقه دي وتخليها يوم الامتحان الصبح تقراها وتحفظها كويس قوي. يوم الامتحان الصبح، عشان دي اخر حاجه هتبص عليها. طبعا يوم الامتحان الصبح مش هتراجع منها كله ولا تبص على الكتاب كله، لا، دي حاجه صعبه جدا وما انصحش اصلا تعملها. فعشان كده بقول لك لازم يكون معاك ورقه زي دي مجمع فيها كل حاجه يوم الامتحان الصبح، تقراها بتركيز وتحفظها كويس يوم الامتحان الصبح. وطبعا ما تنساش ادواتك، القلم الرصاص، قلم الجاف، والمسطره عشان بابل شيت. وركز في كل سؤال باذن الله تيجي مبسوط بكره، وربنا معاكم. بس كده، سلام.